السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية باللبن الرايب. هنعملها بمقادير مظبوطة جدا ان شاء الله هتعجبكم. قبل ما نبدأ كده انا حابة اشكر الناس الجداد اللي موجودين عندي في القناة، اللي شرفوني طبعا. بيكتبوا لي كومنتات حلوة جدا، بجد كلامكم بيسعدني وكلامكم كله جميل خالص وعلى راسي. تعالوا بقى نبدأ. بس قبل ما نبدأ، لو انت جديدة عندي في القناة ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان اول ما انزل فيديو ان شاء الله يوصلك على طول. تعالوا بقى نقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا. نقول بسم الله كده. اول حاجة عندي كيلو من الدقيق، ده كيلو من الدقيق نخلاه علشان يعني اتاكد ان هو نضيف وما يكونش فيه حاجه. عندي نص كيلو من اللبن الرايب. اللبن الرايب ده انا عاملاه الفيديو اللي قبل ده على طول، وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو في اول تعليق مثبت. تمام. عندنا كمان كوبايه من السمنه ونص كوبايه من السكر. عندنا بيكنج باودر اي نوع، هناخد منه معلقه كبيره. وعندنا كيس خميره. الكوبايه دي بقى انا حاطه فيها معلقه كبيره من السكر علشان اختبر الخميره. تمام. دلوقتي بقى هفضي كيس الخميره على الكوبايه اللي هي فيها السكر، وهحط عليهم نص كوبايه من الميه الدافيه. السمنه اللي انا مستخدماها دي سمنه عاديه خالص، تقدري تستخدمي سمنه بلدي او سمنه عاديه، بس بلاش الزبده علشان الزبده هتنشف القرص منك. تمام. دلوقتي بقى انا هقلب الخميره مع الميه وهغطيها واسيبها تتفاعل يعني على جنب كده علشان اتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله. لو انت طبعا واثقه من الخميره بتاعتك تقدري تشتغلي بيها على طول. دلوقتي بقى هحط رشه من الملح كده، يعني حوالي نص معلقه صغيره من الملح، وهحط كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر او نص الكيس. تمام. هنزل عليهم كمان نص كوبايه السكر. السكر بقى تقدري تزودي فيه براحتك، ممكن تحطي كوبايه، يعني قدامك من كوبايه، من نص كوبايه لحد كوبايه ونص من السكر لو انتي بتحبيها يعني مسكره. لكن انا بفضل نص كوبايه من السكر علشان احنا يعني بنشربها مع شاي وكده، فمش عايزاها تكون مسكره قوي. دلوقتي بقى هنزل السمنه واحده بواحده كده وهقلب الدقيق مع السمنه. انا عايزه اغلف الدقيق كله بالسمنه علشان يعني لما بتغلفيه بالسمنه بتبقى القرص معاكي طريه وحلوه. كده خلاص حطيت الكوبايه. اللبن الرايب على فكره دول كوبايتين ونص. تمام. يعني النص كيلو بيطلع كوبايتين ونص. يعني هي السوائل بتاعتنا كده كوبايتين ونص من اللبن الرايب، كوبايه من السمنه، ونص كوبايه من الميه. دلوقتي الخميره تفاعلت معايا اهي، وبصوا بقى الدقيق غلفته كويس جدا بالسمنه كده. هنزل بقى بالخميره وهبدا ان انا اعجن، وهنزل باللبن الرايب شويه بشويه. طبعا ما تنزليش بالكميه كلها علشان في دقيق يعني ساعات ما بيحتاجش سوائل كتير. اللبن الرايب ده زي ما قلت لكم انا عاملاه في فيديو قبل ده على طول، عاملاه سهل جدا وسريع جدا، بتعمليه يعني في نفس اليوم، ما بياخدش معاكي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي وبيبقى جاهز معاكي. اهو بصوا بنزل شويه بشويه لحد ما العجينه تلم معايا، ولو حصل ولقيتي السوائل زياده في العجينه معاكي هتزودي شويه دقيق، هتلاقي العجينه يعني لمت معاكي تاني. وبترجع برضو لحسب نوعيه الدقيق، فعشان كده بقول لكم انزلوا بالسوائل يعني شويه بشويه. سو ببدا بقى الم العجينه عندي كده الاول. هنزل بقى بشويه اللبن الرايب الباقيين دول. اعجنهم بقى كويس قوي. القرص بتحتاج طبعا عجن كويس علشان تديكي في الاخر نتيجة كويسة وتبقى يعني ناعمة معاكي كده وحلوة.
بصوا كده انا لميتها شويه، بس بصوا في حبه دقيق برضو من تحت كده، فاحتجت حوالي بالظبط 3 معالق من الميه. هما 3 معالق بس اللي زودتهم، يعني اقل كمان من ربع كوبايه ميه. زي ما قلت لكم بترجع لنوعيه الدقيق، في دقيق ممكن يقبل منك وفي دقيق لا. هلمها بقى كويس قوي، وبعد كده هنزلها بقى على الرخامه وهبدا ان انا اعجن فيها كويس جدا. يعني هتاخد منك عجن حوالي من 10 دقايق لربع ساعه عجن علشان تطلع طريه معاكي، ولازم العجينه تكون طريه علشان تديكي زي ما قلتلك نتيجه حلوه. كده خلاص انا حطيت بقيه الميه اللي انا كنت وريتها لكم، يعني ايه اللي هما ال3 معالق. بصوا هي طبعا انا لميتها بس هي لسه عايزه عجن، اخدها بقى واعجنها كويس قوي. كده خلاص بعد ما عجنت بقى العجينه بتاعتي، اخدتها على الرخامه وكده وعجنتها بقت طريه كده زي ما انتم شايفين. هسيبها بقى ان هي تخمر وبعد كده نرجع نشكلها. بلمها بس الاول وبعد كده هغطيها بفوطه واسيبها تخمر بقى براحتها في مكان دافي كده علشان تخمر بسرعه. كده خلاص اهي بعد ما العجينه خمرت معايا، هبدا بقى ان انا اقطع منها واعمل كور كده صغيره. يعني بصوا حسب بقى ما انت عاوزه تعمل معاكي كام قرصه. تمام، انا كنت عامله القرص صغيره فعملت معايا 50 واحده. انت بقى لو حباها تبقى كبيره براحتك. انا كنت عاملاها صغيره، كانوا ولادي يعني طالبين ان انا اعملها لهم صغيره، بس الصراحه انا بفضل القرص الكبيره. يعني الكيلو لما بيعمل حوالي 35 واحده اللي هم كبار شويه بيبقى بالنسبه لي احسن. دلوقتي بقى بعمل الكور اللي انا قلتلكوا عليها دي وهحطهم على صينيه كده، وتبقي عارفه انت بدأتي منين علشان لما تيجي بعد كده تاخدي من اول واحده عملتيها. طبعا شايفين هي بتخمر كذا مره، بتخمر لما بتعجنيها وبترجع لما بتعمليها كور كده بتخمر معاكي. دلوقتي بعد ما قطعتها كلها بقى بدأت ان انا اخد منها، انا هعملها ساده وهحطها في الصينيه كده وهفردها. بصوا سمكها بيبقى يعني حوالي 2 سنتي كده. بلمها كويس كده على ايدي وبعد كده بنزلها في الصينيه. ممكن تضغطي عليها على ايدك كده او تضغطي عليها في الصينيه. بصوا السمك كده حلو جدا وهي هترجع تخمر معاكي وترفع برضو. الصينيه دي انا مش مسحاها باي حاجه، كده كده العجينه بتاعتنا يعني فيها سمنه. كده خلاص بعد ما عملت شويه اهو هدخلهم بقى الفرن. اول صينيه طبعا عملتها هي اللي هدخلها. بعد ما خمرت كده هدخلهم فرن على درجه حراره 180. هشغل الفرن من تحت، ولما تاخد لون من تحت كده هشغل عليها الشوايه ان هي تاخد لون. شايفين الصينيه دي لما خمرت رفعت ازاي؟ هدخلها بقى الفرن تتحمر كده وارجعها لكم، تستوي قصدي وارجعها لكم. كده خلاص اهو بعد ما القرص بتاعتنا خلصت، شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ لونها حلو جدا وطريه وجميله خالص. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. المقادير دي بجد مظبوطه جدا وعملت بيها يعني كذا مره. انتوا عارفين مش بقى يعني مش بقول لكم على حاجه غير لما بكون متاكده منها. بس كده دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده.